السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المرات القليلة جدا إن يطلع حد إعلامي منتمي لنادي الزمالك ومعروف انتمائه زي إبراهيم عبد الجواد يهاجم فيه لاعب في الزمالك أو حدث من نادي الزمالك. بيقول الأستاذ محمد فارس مذيع برنامج الأهلي خط أحمر: ركز معايا كده كويس قوي. إبراهيم عبد الجواد هاجم عقوبة لاعبي الزمالك وقال إنها ضعيفة وإنها مش مستندة للوائح. تمام لحد هنا وكويس إن الإعلام بيتكلم، إنما أنا عندي نقطة أهم بكتير، إن إبراهيم عبد الجواد شاهد عيان على الواقعة وهو اللي قال كده بنفسه. يعني شهادته مش وجهة نظر، إنما هو ده اللي يقدر يقوله إذا كانت العقوبة مناسبة للواقعة ولا للائحة اللي اتنفذت اللي ما اتنفذتش ولا لا. ابراهيم عبد الجواد قال: انا كنت شاهد عيان لان كنت في الاستوديو بقدم الماتش وكان المشهد ده امامي. ما شفتش قبل المشهد بتاع مصطفى شلبي، ما شفتش ايه اللي حصل، هرج ومرج، لكن ما شفتش بالظبط اللي حصل. فبيقول انا كنت شاهد ولقيت مصطفى شلبي بيعمل سبرنت ما عملهوش في الماتش ورايح يضرب الراجل. انا شايفه وهو بيجري وطلع من ورا الدكة وهو اصلا مش عارف ايه اللي بيحصل، وجري وعمل السبرنت ده ودخل على الراجل وضربه تك تك توك، وبيضرب ومش فارق معاه ايه اللي بيحصل بالظبط. يعني اصلا ما سألش ولا مثلا فكر يتكلم يشوف ايه اللي بيحصل، لا ده جري وضرب بغض النظر عن ايه الموقف. معنى كده ان كلام ابراهيم وشهادته ان الواقع كان ينطبق عليها بند الاعتداء على احد المنظمين، ودي عقوبتها وفقا للائحه ايقاف 8 مباريات في كل المسابقات المحليه مش في السوبر بس. يبقى ليه تم مخالفه اللائحه وخرج القرار ايقاف 4 مباريات فقط وتطبق طبعا في مباريات السوبر؟ يعني يكون دونجا اعتزل ومصطفى شلبي شاف نشاط غير الكوره. واضح جدا من تغيير اللائحه، او مش من تغيير اللائحه، من تغيير القرار، انه بيقول لك ان ده مخالفه او سلوك غير رياضي ومش اعتداء. اللي بيتقال ده كارثه وشهاده من حد حاضر الواقعه، وكمان مش اهلاوي، ده حد عشان حد يشكك في كلامه، ده حد زملكاوي او يقول اتقال نتيجه ميوله. لا ده اخر اعلامي ظهر معاك رئيس نادي الزمالك، يعني مش مؤامره المره دي. نفسي نطبق القانون عشان نبطل نطلع حجج واهيه وبيحصل كوارث بعديها بسبب الموضوع ده، لان الموضوع ده تراكم من الموسم الماضي والمخالفات اللي تمت سواء بالنسبه لجوميز واعتدائه على الحكم الرابع ودونجا والاحتفال السافل بتاعه او اللي هو المشين وبرده ما تعاقبش، وبرده خروج بعض لاعبي الزمالك زي شيكابالا برده عن النص وبرده ما بيتعاقبش او عقوبه ما تساويش الخطا اللي حصل. فبالتالي اللي حصل بره ده في الامارات كان نتيجه الدلع والاحتواء اللي حصل من لجنه العقوبات لنادي الزمالك.